بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ظل الغلاء اللي احنا فيه احنا محتاجين أكلات موفرة، وكمان تكون مفيدة، وتكون يعني مش بوقفنا في المطبخ كتير. فأنا مجمعة لكم تقريبا كده وصفات الأكلات سهلة ومفيدة وموفرة هتكفينا تقريبا أسبوع. فتابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله هتستفيدوا. أول وصفة عندنا أو أول يوم عندنا، هنجيب كوباية من الرز المصري وكوباية من العدس الأصفر وهنغسلهم كويس، وهنعملهم هنشوحهم كده في معلقتين من الزيت على النار، وهننزل عليهم بكوباية ونص من المية وهنسيبهم يستووا. وعندي كمان هسلق معاهم بيض. دي أكلة موفرة ومفيدة جدا وسهلة قوي قوي. ممكن تعمليها في ربع ساعة تقريبا. تسلقي معاها بيض، وكمان ممكن تعملي معاها سلطة، او ممكن تعملي معاها طبق مسقعة، او ممكن تعملي معاها البطاطس زي ما انا بعملها بالطريقة دي. بتكون تحفة جدا، ودي وجبة انا متعودة اعملها، ودي وجبة مشبعة ومفيدة جدا. بجيب البطاطس وبقطعها مكعبات وبحط عليها معلقة من الزيت ومعلقة من او مكعب زبدة وزعتر بقى وفلفل اسود وكمون وخضرة، وكمان بحطها في صينية مفروشة بورقة الزبدة وبدخلها في الفرن يعني نص ساعة وبتكون جاهزة وبتكون تحفة جدا. ترشي عليها بقى اول ما تطلع يعني شبت بقدونس، بجد بتبقى اكلة حلوة جدا 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 وموفرة قوي ومشبعة ومفيدة جدا. دي اول اكلة او اول وصفة او اول يوم. تمام كده. بجد وصفة حلوة قوي، اعمليها هتعجبكم جدا. تمام. هنيجي بقى لتاني يوم. لو عندي ربع لحمة مفرومة هقدر اعمل الاكلة التحفة دي ومشبعة جدا، وفي الشتاء بتبقى حلوة جدا. ربع لحمة مفرومة هعصجه بالطريقة بتاعتي، هزود البصل والفلفل والبهارات طبعا الحلوة بتاعتي. تمام كده، ويعني هعصجيها بالطريقة اللي تحبيها، بس نصيحتي انك تزودي البصل والفلفل، بيبقى طعمها خطير. جبت كوسة وبطاطس قورتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بمنتهى البساطة، الموضوع سهل جدا. بقورهم بالمقورة وباخد يعني القلب اللي بيطلع من البطاطس كمان مش برميه، لا ده انا بستفيد بيه. هنرصه في الحلة يا بنات زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا هرص عليه البطاطس والكوسة بعد ما حشيتهم باللحمة المتعصجة، وهزود عليها عصير طماطم ومعلقة من الصلصة لحد ما يستووا، وبعمل معاهم رز بشعرية. ودي أكلة مشبعة جدا من ربع كيلو لحمة مفرومة، وبجد بجد تحفة جدا وبتدفي قوي في الشتاء. وليها طبعا فيديو في القناة، ممكن اسيب لكم اللينك عشان تشوفوا الفيديو من اوله لاخره. تالت يوم عندي ربع من الصدوق. تمام. أكلة سهلة جدا وبسيطة وممكن أعملها في ربع ساعة وأنا واقفة. يعني بنقطع البطاطس والفلفل والجزر وأي خضار موجود عندك، وفلفل ألوان وطماطم، وبقطع عليهم الصدوق، وطبعا بحط لهم معلقة من الثوم البودر، بصل بودر، زعتر، كل البهارات اللي بتحبيها، فلفل اسود، وبنزل فيهم بيهم في صينية او في برام، مع طبعا يعني شبت او بقدونس برضو بيديها ريحة تحفة. ممكن تسويها بقى بأي طريقة، ممكن تسويها زي ما هي كده، تغطيها وتسويها على البوتاجاز من فوق، او ممكن تحطيها في الفرن تستوي برضو هتبقى تحفة. هعمل معاها بقى رز، هعمل معاها مكرونة، أكلة حلوة جدا برضو مشبعة، وبربع صدق أو يعني أي كمية موجودة عندك ممكن تعملي بيها الأكلة الحلوة دي، وبتبقى ريحتها في البيت تحفة. الوصفة اللي بعدها يا بنات تقريبا مفيش حد بيختلف عليها، البيتزا. الأطفال والكبار كلهم بيحبوها، فيعني لو عندي أي بواقي بقى من بسطرمة، صدوق، ممكن أعملها ميكس جبن بالخضار، بيتزاية سهل جدا إن أعملها مع شوية من البطاطس اللي احنا كنا عاملينها في الفرن، البطاطس المكعبات.
بالاضافه طبعا الشبت والبقدونس زي ما قلنا والبهارات التحفه اللي احنا كنا حاطينها. دي هتبقى وجبه حلوه قوي. وحاجات موجوده عندي في البيت، ممكن اطلع بيتزايه مع شويه من البطاطس التحفه دي، ودي بقت وجبه يعني بتبقى عدينا يوم. نيجي بقى لليوم اللي بعده. لازم ندخل طبعا الاسماك. السمكه دي تحفه جدا ومش غاليه خالص. دي سمكه الفسارية. حلوه قوي ومليانه كالسيوم واوميجا 3 ومش غاليه خالص. احنا هنقليها بشويه من الدقيق والنشا طبعا علشان تبقى تديني قوام كده اللي هو كريسبي شويه. هنقليها في الزيت عادي جدا. ولا يعني لو الميزانية تسمح ممكن ازود شوية جمبري اقليهم معاها، وهعمل جنبهم طبق من الكشك بيبقى مشبع وتحفة جدا. وهنزل لكم الطريقة بتاعته. وده يبقى يوم يعني خدنا فيه برضو العناصر اللي احنا محتاجينها يعني من الاسماك، وعدينا يوم تمام. وبرضو الميزانية هتكون يعني على قد الايد. تمام كده يا بنات. ندخل بقى على اليوم اللي بعده. ودي الكبد والقوانص. انا كنت برضو عامله لها فيديو في القناه. يعني الكبد والقوانص بجيبها برضو، هي مش بتكون غاليه. ممكن اجيب اي كميه على حسب طبعا عدد افراد الاسره. بجيبها وبغسلها كويس قوي بالخل وبالليمون وبالملح. وبقليها بقى مع فلفل، مع توم، ببصل، بفلفل الوان. ممكن احط لها شويه من الخضره وبتبقى تحفه جدا. اعمليها جنب رز، جنب مكرونه، ممكن تاكليها بعيش. دي يا بنات من الحاجات الموفره والمفيده في نفس الوقت، ومش بتاخد معانا وقت في المطبخ خالص. تمام كده. هنيجي بقى للبطل اللي يعني يعتبر ان احنا ممكن نطلع منه وصفات كتير جدا. انا ممكن بنص بانيه او ممكن ازود عليه مثلا وراك مخلية او حاجة. ممكن اعمل منه كذا وصفة. يعني حتى لو جبت مثلا كيلو بانيه، انا ممكن اطلع منه كذا وصفة لكذا يوم. انا ممكن افرمها واعملها برجر زي ما انتم شايفين. ممكن اعملها قطع ستريبس زي ما انتم شايفين، مع شوية من الرز الاصفر مع شوية تومية. ممكن اعملها برضو شاورما مع شوية من المكرونة. ممكن اعملها مكرونة وايت صوص بالفراخ. الفراخ ليها كذا وصفة وكذا طريقة. يعني بتكون موفرة وبتكون سهلة. وبكيلو بانيه ممكن اعمل اكل يومين 3 مثلا. لان طبعا الاضافات اللي انا بزودها على الفراخ لو بفرمها بتديها طبعا كمية اكبر. فدي بتكون حاجة من الحاجات الموفرة جدا وسهلة قوي. وبتديني افكار كتيرة. واتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو استفدتوا من الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.